السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالي بقى معانا البرطمانات. طبعا كلنا عندنا برطمانات المربى، برطمانات الصلصة، برطمانات العسل، الإزاز. بصي، أي برطمانات إزاز عندك اوعي ترميها، انت عندك كنز. عندك بقى غطا علبة بلاستيك، غطا اي حاجة، المهم حاجة كده يكون حدها بس مش كبير قوي، هتقدري ان انتي تعمليها بالفكرة بتاعتنا. عندنا هنا حتة سوق، حتة فرو كده صغيرة، هي حتة باقي عندي كده، فانا هلف بيها وهغلف بيها الحامل بقى ده. انا هعمله حامل معايا، انه يشيل معايا، يعني احط فيه البرطمانات بتاعتي لما اعملها واخلصها. ممكن ما تعمليهوش وتعملي البرطمانات زي ما احنا ما هنعملها كده، بس بصراحة هو كده على بعض شكله جميل جدا. طيب لو انت ما عندكيش خيط فرو، ممكن تعملي بخيط، بقماش، مش بخيط، بقماش صوف، قماش قطيفة، أي نوع قماش عندك، حتى لو قماش قطن، أي قماشة شكلها حلو ولونها حلو عجباكي، تقدري ان انت تستعمليها على طول. تخلصي بقى يعني تلزقيها كده وتشيلي الزوايد وتظبطيها. انا جيت بقى على الحرف بتاع الحامل بتاعي دوت، جبت معايا الاسترس الجميل بتاعنا دوت، قصيت منه 3 صفوف بس، بالطول كده، وهبتدي ان انا الزق بقى الزق على العلبة بتاعتي كده عشان يبقى منظرها شيك وجميل. الفرو شكله حلو ومديلها منظر جميل، بس طبعا الاسترس ده بينطق الحاجة كأنها احلى من الجاهزة كمان. كده بقى خلصت العلبة بتاعتي اللي انا هحط فيها. هنا بقى هبتدي اشتغل في البرطمانات بتاعتي. طيب هشتغل فيها بايه؟ انا عندي هنا ده خيط صوف. طيب لو ما عندكيش خيط صوف، ممكن تستعملي خيط خيش، خيط مكرمية، اي نوع خيط عندك تقدري ان انتي تعمليها في الفكرة بتاعتنا، هتبقى جميلة جدا. وطبعا اللون بتاعك، يعني اللون اللي انتي حباه واللي عايزة تعمليه ده بتاعك انتي، تقدري ان انتي تعملي اللون اللي انتي عايزاه. انا بصراحة اللون ده كان عاجبني، وعندي اصلا انا ما اشتريتهوش فعجبني جدا. حتى انا عاملة الفتلة اللي انا شغالة بيها دلوقتي فتلتين مع بعض، قلت عشان يسهل معايا الشغل وينجز معايا، فعملت بقرة كده وجبت فتلتين مع بعض ورحت لفيهم بقرة واحدة، بحيث انه يسهل معايا وانا شغالة. هنا انا بدأت في الغطا من بره لحد جوه. هوريكي برضو طريقة تانية، هي دي سهلة برضو بس التانية اسهل منها كمان، ان احنا هنشتغل من جوه لبره. يعني في كل الطرق انتي يعني تقدري ان انتي يعني تعملي اللي انتي مرتاحاله او اللي انتي حابة ان انتي تعمليه. اهم حاجة تلزقي بشمع كويس، تتكي على الحاجة وانتي بتعمليها تطلع معاكي مظبوطة وما تفكش منك. كده خلصت الغطيان معايا. هبتدي بقى ان انا اشتغل في البرطمان. انا هعمل برطمان برضو بالخيط معايا، بس هشتغل فيه من الحتة اللي في النص دي بالظبط. فهبتدي بقى اسيب الجزء اللي تحت دوت وهبتدي هشتغل في الحتة دي. طب لو انت البرطمان بتاعك يعني ايه، مش عامل شكل كده زي البرطمان بتاعي، يعني حتة داخلة الرفيعة من فوق ونازلة على واسع من تحت، يعني جزء واحد او مستطيل او يعني سداسي او زي البرطمانات اللي احنا بنشوفها، او مدور حتة واحدة، تقدري برضو تسيبي جزء من تحت كده زي 2 سنتي وتشتغلي عليه على طول لحد فوق. تحطي شمع وتبتدي ان انت تلزقي بالطريقة ديت، سهل جدا جدا. وبصي يعني انت بس امشي لفة ولا اتنين كده وحطي شمع، لفة ولا اتنين وحطي شمع، بحيث ان يبقى ثابت وياكي كويس، وفي نفس الوقت شغلك في الاخر في النهاية يطلع مظبوط. هلف بقى لحد ما انا عايزة الحتة اللي فوق دي كده بالظبط. هخلص لحد الحتة اللي هي قبل الطلعة اللي فوق دي.
كده بقى خلصت اهوت وياكو. انا كده فنشته، وهبتدي بقى اشتغل في البرطمانات التانية. زي ما انت شايفة البرطمان في الجزء اللي في النص ده بس. هنا البرطمان ده بقى اشتغلته من فوق مش من تحت. بصراحة لقيته كده اسهل كمان ومريح. ليه؟ علشان البرطمان بتاعي من فوق ضيق ونازل على واسع، يعني في كيرف كده من النص. فكان اسهل لي لما انا اشتغل من الضيق على الواسع عن ما نشتغل من الواسع من تحت على فوق. مش عارفة انتوا فاهميني كده ولا لأ، بس ان شاء الله يكون الفيديو موضح بالتصوير كل حاجة. كده انا خلصت البرطمانات والغطيان معايا بالخيط. هبتدي بقى اجيب بقى الاسترس بتاعي الجميل ده، عشان بقى اخلي بقى البرطمان بتاعتي دي اشيك واحلى بكتير مما احنا نشتريها من بره، وحاجة كده ما كلفتناش حاجة اساسا. قصيت برضو يجي 3 صفوف كده، وهبتدي ان انا اعمل عليها داير ما يدور من تحت كده عند الفينش بتاع الخيط. يعني الخيط كده من النص، واخلي من تحت كده الايه الاسترس. زي ما قلتلك اهم حاجة تلزقي الشمع تلزقي الحاجة اللي انت هتلزقيها بالشمع بسرعة، وعلشان الشمع ما ينشفش والحاجة تثبت معاكي تبقى كويسة وحلو. يا رب بس كل حاجة تبقى واضحة معاكوا اهوت. انا حابة ان انا كل التفاصيل تبقوا انتوا شايفينها. طيب هنا الحتة دي ما كملتش معايا، عادي الاسترس عادي ممكن ان انتي تعمليه. هنا بقى انا ما كنتش حاطه شمع كتير فراحت فكه مني. ده اللي انا بقول لكم عليه، ان انتي لازم تحطي شمع كويس وتلزقي بسرعه تقوم ما يفكش منك بعدين. بس تخلي بالك عشان لسعة الشمع صعبة جدا. هعمل بقى البرطمانات الاتنين التانيين بنفس الطريقة. برضو هعمله من تحت بالاسترس، وهعمله برضو من فوق زي ما انت شايفة كده. وهعمل البرطمان التالت برضو بنفس الطريقة. جيت هنا بقى في هنا الغطا جبت استرس برضو بس صفين 2 بس، وهمشي بقى على الغطا داير ما يدور بس كده. بصراحة شكله والله بجد ان التصوير والكاميرا فعلا بتظلم حاجات شغل كتير جدا الواحد بيعمله على الحقيقة بيبقى احلى بكتير. لا فارق جدا الشغل لما لا التصوير فعلا بيظلم. كده هنعمل بقى ال3 غطيان زي ما انت شايفة كده. كده خلصت ال3 برطمانات معايا بالطريقة ديت. عندي بقى الشريط دوت قصيت منه كده اجزاء كده. طب لو مش عندك ممكن ما تعمليش، يعني لو انت هتستكفي على كده استكفي عادي. بس ده موجود عندي، فطالما موجود استعملته بصراحة ومدي شكل حلو برضو. عملت منه وحدات كده، عندك وحدات خرز وحدات لولي اي حاجة. وتبتدي ان انت توزعي كده 1 3 كده على البرطمان من النص كده. وحطيت واحدة في الغطا من فوق في النص كده بشكله جميل جدا. كده بقى انا خلصت كمان معاكم البرطمانات اهوت، وهوريكي دلوقتي اجمل منظم تقدري ان انت تستعمليه في حاجات كتيرة جدا. ايه رأيك بقى في المنظم بتاعنا الجميل دوت؟ تقدري ان انتي تستعمليه في حاجات حلوة كتير. بصي البرطمان شكله شياكة شياكة بجد، شكله حلو جدا بصراحة. اما خلصته كمان شكله كان احلى مما انا ما كنت متخيلة وانا بعمل الحاجة. الحامل بتاعهم كمان شكله حلو قوي وشكله جميل. بصي شكله بجد جميل جدا. يا رب يعجبكم كده زي ما هو معجبني. تقدري بقى ان انت تحطيه على التسريحة، تستعمليه بقى لحاجاتك الخاصة، تحطي فيه الودانات بتاعة الودان، السلاكة بتاعة السنان، بتاع المزيل بتاع المكياج، القطن بتاع المكياج. يعني تقدري تستعمليه لحاجاتك الشخصية. شكله حلو قوي. ما تنسينيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت لايك للفيديو لو عجبك، واستنى تقولي لي رأيك في الكومنتات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.